السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلى من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افيدك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه بكام في البنك. التطبيق ده مساحته 6 ميجا و4 من 10، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده اسمه زي نفس الصفة بتاعته، ان هو بيعرفك سعر العملات الاجنبية والدولار بكام في البنك. بيقدر يعرفك كل سعر العملات وفي كل جميع انواع البنوك بالنسبه للبنك المركزي المصري والبنوك اللي موجوده في السوق زي البنك مصر، البنك الاهلي، البنك ابو ظبي، بنك قطر. كل البنوك اللي موجوده في السوق المصري بيقدر يعرفك سعر الدولار وسعر كل العملات: الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الاماراتي. كل العملات بيقدر ان البنك يعرفها لك او التطبيق ده بيعرفها لك. كمان بيقدر يعرفك آه، السعر اذا كان ثابت من اول ما، يعني من اول افتتاح اليوم، سعر ثابت ولا السعر طلع ولا السعر نزل ولا السعر اخباره ايه، ولا مثلا هو كان عالي ونزل ولا كان نازل وطلع. فبيعرفك كل حاجة بالنسبة لأسعار العملات. كمان بيبعت لك اشعارات اول باول بالنسبه لو انت ما فتحتش التطبيق، بيبعت لك اشعارات ان هو يعرفك ان الاسعار العملات كام دلوقتي وسعرها زايد ولا سعرها ناقص ولا ايه. كمان التطبيق مش خاص بالدولار والعملات بس، لا كمان التطبيق خاص بالذهب والفضه بالنسبه للسعر بتاعهم العالمي والمحلي. بالنسبه لجرام الذهب العيار 21، ال 18، ال 14، ال 24، ال 12، التسعة، كل العيارات دي، والفضة كذلك الأمر. كمان بيقدر التطبيق ده يديك عناوين وارقام جميع مكاتب الصرافة الموجودة والقريبة منك. كمان التطبيق ده بيعرفك اهم الاخبار الاقتصادية: سعر الحديد، سعر الاسمنت، سعر الحاجات يعني اللي الناس بتحتاجها في حياتها اليومية، اسعار السلع الاساسية والسلع الاستراتيجية. بيعرفك اسعار اللحوم، الفراخ، البيض، الحاجات اللي الناس بتدور عليها على طول دي. ده كده يعتبر الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق بقى ان هو بيتضمن اعلانات كتير وبيطلب منك الاشتراك علشان تقدر تشوف كل الحاجات بتاعتك على التطبيق من غير اعلانات مزعجة. بس كده يعتبر نفس شرح للتطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز على تطبيق معين ارسل في الكومنت لو اكتشفت ميزة او عيب في التطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.